بصوا يا جماعه، الطبيعي ان الاهلي ما يقلقش وما يخافش من اي خصم هو هيقابله. الطبيعي ان الفرق هي اللي تخاف ان هي هتلاعب النادي الاهلي. النهارده الاهلي لعب ماتش كبير، صحيح في اخطاء، صحيح في مشاكل في النادي الاهلي، صحيح في قصص في الجبهه الشمال، صحيح الاداء النهارده ما كانش فيه الفينش الكويس على الجول، ضيعت اكتر من فرصه، ولكن في ايجابيات كبيره النهارده للماتش. يعني محمد علي بن رمضان النهارده بيقدم ماتش كبير. خلال ماتشين ثلاثه محمد علي بن رمضان بيلعبهم لما امام عاشور اتوقف، والراجل لما فهمنا ان هو لما ياخد ماتشات كتير لا هو هيأدي وهيلعب وهيكون كويس. النهارده محمد علي بن رمضان عمل كل حاجه، عمل باصات كويسه جدا وصلت اللعيبه للجول، تسديدات من خارج المرمى، تسديدات من بره منطقه الجزاء، اختراقات بيخترق ويدخل ويلم لعيب ويضيع فرصه برده كانت يعني تقريبا شبه 90% كانت تبقى جول. ولكن النهارده برده محمد علي بن رمضان ما كانش محظوظ، لان كورتين النهارده راجل بيشيل الكره من على خط المرمى، وده تفادي كبير جدا بصراحه من لاعبي الجيش الملكي اللي قدم برده ماتش محترم النهارده. فالنهارده انا ما اخافش، انا كالنادي الاهلي ما اقلقش. كل فرق افريقيا هي اللي تقلق، لان احنا دلوقتي هنقابل يا اما الترجي التونسي، يا اما هنقابل صن داونز، يا اما هنقابل الهلال السوداني. انا ما عنديش اي مشكله ان انا اقابل اي حد فيهم، سواء صن داونز ولا الهلال ولا الترجي. انا البطل، انا اللي المفروض ان شاء الله باذن الله السنه دي هناخد البطوله، ولا يفرق معايا مين هيبقى موجود. وحتى لو هقابل بيراميدز في النهائي ما يفرقش معايا، ان شاء الله باذن الله هم المضغوطين اكتر، وان شاء الله باذن الله هنكسب البطوله السنه دي. ولكن اطلعت النهارده بكام حاجه كده ان الاهلي في افريقيا مختلف شويه عن الدوري. لا، اللعيبه مركزه قوي في بطوله افريقيا. النهارده عملوا ماتش حتى على المستوى الدفاعي، لا عملوا ماتش كويس، عملوا ماتش محترم. فانت النهارده بتحاول ان انت تخش الادوار اللي جايه باداء مختلف عن برضو خلي بالك النهارده لما تصعد وانت متعادل 4 ماتشات وفاز ماتشين بس، لا يبقى لا في مشكله في النادي الاهلي. لازم يعرفوا ان 4 تعادلات وفوزين دول مش كتير هيحصل مع النادي الاهلي. ما ينفعش اقل حاجه ان انا اكسب 5 ماتشات من 6 ماتشات، ما تعادلش التعادلات الكتيره دي كلها. ولكن احنا بنقول خلاص صعدنا، والنادي الاهلي بيتحول من دوري المجموعات للدور الاقصائي، بيبقى اداء مختلف واداء مغاير. فانا ما بقلقش من اي حد، انا قابل اي حد، قابل صن داونز، قابل الترجي، قابل الهلال